حلويات اجدادنا قبل ما يخترعوا بيستاشيو ونوتيلا والكلام اللي فاضي ده، الحاجه اللي اتربينا عليها وربنا اولادنا عليها، وبجد جمدان. كل ما ترجع لها تفتكر ان مفيش احسن منه. ده الطعم الاصلي يا مؤمن. ده كده كده. ايوه ده الطعم الاصلي للحلويات. الجلاش بالكريمه بابسط طريقه ممكنه. في حته تانية. يلا نوريكم بسرعه. حله جميله. تقولي ما تقولي انت. كوب من السكر. لا كوبايه ونص، هناخد نص. كوبايتين ميه. عصره من الليمون، يعني اقل من 10 كده، مش نص ليمونه كده. على النار. معانا نص كيلو لبن، عليه معلقتين سكر. هننزل بشويه كريمه لباني اختياري، واول ما اللبن يبدا يسخن هننزل عليه بمعلقتين نشا متدوبين في ميه. معانا لفه جلاش، صينيه مدهونه زبده او سمنه طبيعي طبعا. ها كده الجلاش ده متقطع. لما نيجي ناكله مش هنقطعه ببقنا. طبعا انتوا ظبطوه حسب الصينيه بتاعتكم، المهم ان تخلوها متساويه، والجنب ده زي الجنب ده، الورقه مش بتاخد الصينيه كامله. المهم يعني ايه، بصوا ظبطوا. هناخد نص الكميه بس، مش الكميه كامله. احنا خدنا الورق البايظ كله هنحطه في النص، طبعا مش هنرمي حاجه. دهن السمنه بقى كده حطينا 3 كام، يعني كام، 4 5 10 ورقات. 10 ايه، هما ورقتين. هنبتدي الرص برضو نكمل. هنفضل بقى نحط رقين وندهن لحد ما نخلص نص لفه الجلاش. بنحاول ان احنا نخلي فيه حرف كده عشان الحشوه ما تقعش. بعد ما حطينا نص طبقات الجلاش نبدا ننزل بالحشوه الجميله بتاعتنا. اوعى، تحفه. هننزل بقى بالرق التاني. خلي بالكم بقى هنا اوعوا اللسوعه، وانت عماله تنزلي بالرقات وانا قاعد زي البطيخه. مستعد. الف السلام عليك انك تبقى بطيخه يا مؤمن. هنزل بيها كده اهو. ممكن تبقى شمامه. ندي دهنه سمنه كمان. يا ولا يا مؤمن يا ولا. الرق اللي تحت مش مشكله، العيوب مش هتبين. الرق اللي فوق بقى لا، لازم نظبط. دايما لما يجي لكم لف الجلاش فمقطع ومش مقطع، شيلوا الجزء السليم للرقات اللي فوق والجزء اللي لتحت. ايه اللي بيضحك؟ انا ضحكت، حرام عليك في ايه يا مؤمن؟ انا لو مرات ابوك هتعاملني احسن من كده. ما انت مرات ابويا. ايوه صح، انا مرات ابوك. مؤمن الدهين. مؤمن القطيع، مؤمن الدهين. في ايه؟ يعني بعمل لك برستيج. ماشي، شكرا. شكرا يا الحبايب. تسلم يا حبي. خلصنا جميع الطبقات الليورز. وبقت متساويه وتحفه. نبدا ايه، نقطع. احنا بنقطعه قطع من النص، وبعد النص نقوم قاطعينه. ايه عندك مشكله في المقاسات؟ بستفسر بس يا عسي، ايه المقاسات دي؟ قطع بهذا شايفين انبوكسات وشرايط وكل حاجه. ابدعنا. المهم نقطعه وخلاص، يعني مش هوريكم التقطيع من قريب. والدهنه بقى الاخيره دي بتبقى ايه، يعني بحبحوا ايديكم. كل لما تدي سمنه اكتر تديك طعم اجمل. سمنه طبيعيه، اوعى تحط سمنه صناعي تبقى باظت الدنيا. والله بص هقول لك حاجه، كل واحد ومقدرته. ايوه طبعا يعني، بس عادي براحتك. ايه المانع ان انا اعملها بسمنه صناعي وافرح ولادي وخلاص، ما فيش مشكله. اقدم لكم السمنه بالجلاش. يلا بينا بقى على الفرن. ايه بقى الفرن بقى؟ فرن ساخن لغايه ما يحمر من تحت وفوق. ما تقولي الناس مش بتبقى عارفه. هندخله على الشبكه درجه حراره 180 لغايه ما ياخد لون تحت وفوق. اوعى. لون جميل كده. جمدان. طلع من الفرن جمدان. اللون جميل جدا. وطبعا سخن نار. ومورق ازاي؟ تحفه يا ماما، تحفه. يلا نسمي ونسقي على طول بالشيره بتاعته. الشيره. جمدان. شكله جمدان، مقرمش من بره بيرد وانا مش قادر، وانت بقالك ساعه بتقطعي. بتبصي لي ليه؟ حاضر. هي الحته اللي في النص دي بتاعتي معروفه. يا ماما يا لهوي، بلبن مين وبستاشيو مين؟ انا عارفه، عايزين الحاجات اللي بتاعتنا احنا. بصي بقى يا ماما، موضوع البستاشيو والحلويات الجديده دي بقى رخم. انت عارف يا مؤمن انها كم زيوت ودهون وحاجات زيت نخيل على الوان صناعيه، وبنديها لاطفالنا واولادنا. ايه ده؟ يعني ده مش هنقول لكم انه مفيد، يعني هو برضو الى حد ما مضر، بس كل اللي مضر فيه ايه؟ شويه سكر ودقيق. طب ما هم بيحطوا انما بقى بصي، سكر ودقيق وزيوت مهدرجه وزيوت مش مهدرجه والوان صناعيه وفي الاخر ده يكسب حتى في الطعم. ندوق بقى الحاجات اللي هي اصليه. البساطه في زي ما بيقولوا البساطه في قطمه، البساطه في حلاوتها. حلاوتها في بساطتها. حل المعادله الصعبه. بيقرمش ويدوب ولذيذ. مفيش احسن من كده. سكر قليل مظبوط زي ما قال الكتاب. عايزين رمضان القديم بتاعنا احنا، جامد وبسيط. ايوه، مش تعقيد الدنيا ويعملوا لك ايه، رق كيكه، رق كنافه، رق بسبوسه، رق جلاش. في ايه يا جماعه؟ مخروطه.
لازم 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 سفرتكم في رمضان ما تخلاش منه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ودمتم سالمين.